النهاردة بقى هنعمل وجبة للناس الكسلانة اللي قاعدين عايزين يتدفوا وياكلوا حاجة كده وهم قاعدين في الجو الساقع ده. هنعمل مكرونة في خطوة واحدة. يلا بينا. لو أول مرة بتشوفيني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على الكل وبعتي الفيديو لحبايبك علشان اللي كسلان ومش عايز يعمل أكل يعمل طبق المكرونة ده، وكمان هيعجب الأطفال جدا. يلا بينا نخش على الفيديو ونشوف عملنا الطبق الحلو ده ازاي. طبعا اول حاجة سلقنا المكرونة وفضيناها. بعد كده هنجيب بصلة ونقطعها قطع صغيرة خالص ونحط حبة زيت ونشوح البصلة دي في حبة الزيت. بعد ما شوحنا البصلة هنجيب معانا طماطم وفلفل متقطعين. دي اول حاجة بنحطها بعد ما شوحنا البصلة وخلاها لونها اصفر كده شوية بس. هنشوح كمان الطماطم والفلفل مع البصلة وبعدين نشوف بقى هنضيف ايه بعد كده. احنا كله عملناه في حلة واحدة، سلقنا المكرونة وفضيناها وفي نفس الحلة بدأنا نعمل فيها الحاجة اللي احنا بنحطها. يعني مش هخليكي تستخدمي حاجات كتير، هي حلة واحدة بس هتعملي فيها كل حاجة. دلوقتي بقى حطينا معلقة فلفل اسود ممسوحة وبعدين هنحط كمان معلقة ملح وهنقلب بقى برضو تاني كده ندخل البهارات في الفلفل والطماطم المتقطعة والبصل. المكون الأساسي بقى للأكلة دي هو الزعتر، حلو جدا 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 بيخلي طعمها تحفة. لا حطي ملح فلفل اسود وزعتر، حابة تحطي واحدة مرقة براحتك خالص، بس هو المكونات الأساسية في الأكلة دي ملح فلفل اسود الزعتر. أنا بجيب الزعتر من باب الشام، زعتر محوج حلو جدا، الكيس عامل 11 جنيه، بيقعد معايا فترة حلوة. مضاف عليه كمان سمسم طعمه حلو قوي. لو انتي مش حابة تجيبيه ممكن تجيبيه من عند العطار ب5 جنيه زعتر مطحون زي دوت، ما تجيبيش اللي هو القش عشان ما بيبقاش طعمه حلو في الأكل. يبقى حطينا ملح فلفل اسود زعتر مع الطماطم والفلفل والبصل وهنقلبهم شوية وبعد كده هننزل بالزيتون، زيتون اخضر زيتون اسود مش هتفرق، اللي موجود عندك حطيه. حطينا بقى كده الزيتون وبعدين هنشوح برضو الزيتون كده معاها شوية وبعدين هننزل بجبنة موتزاريلا وجبنة رومي. لو انتي ما عندكيش جبنة موتزاريلا ممكن تحطي حبة جبنة رومي كده رشة، وخلي رشة بعد ما تحطي المكرونة. بنحط كمان معلقة صلصة. لو ما عندكيش معلقة الصلصة دي ممكن تضيفي كوباية صغيرة من عصير الطماطم، بس يكون عصير طماطم تقيل، وهزودها حبة مية بس كده وهسيبها بقى ان هي تسبك شوية. وبعد كده هرجع بقى اضيف لها الجبنات زي ما قلت لكم في الاول. اكله سهله وبسيطه وطعمها حلو جدا ومش مكلفه. لو انت جعانه بالليل تعمليها، ممكن تعمليها غدا وتعملي جنبها حبه بطاطس محمره. بجد أكلة حلوة جدا، طعمها أصلا تحفة. في المحلات بتتباع اسمها مكرونة بيتزا، انتي بقى اعمليها وسميها زي ما انتي عايزة. هي مكرونة سهلة جدا وطعمها حلو، ولو عندك ما بيحبوش المكرونة اعمليها بالطريقة دي صدقيني هياكلوها. حطيت كده جبنة موتزاريلا علشان تسيح وهديت بقى النار خالص علشان المكرونة الصلصة ما تتحرقش. هي كده بقى انتوا شايفينها هي مسبكة اهي وحلوة. يعني انتي مش بتسيبيها تتسبك اوي، انتي بتخليها كده جوسي كده حلوة، تبقى الصلصة فيها كده حلوة كده ما تبقاش تقيلة. وكمان ضفت حبة جبنة رومي مع الموتزاريلا وهضيف بقى المكرونة وهقلب كل دول في بعض. هتلاقي الموتزاريلا بتسيح كده في المكرونة وبتشد، حلوة جدا. انتي ممكن تجيبي ب10 جنيه جبنة موتزاريلا لما تيجي تعمليها وب10 جنيه جبنة رومي، حلوة قوي قوي والله. واعمليها غدوة واقلي جنبها حبة بطاطس وحطيها للولاد، بجد حلوة قوي. او ممكن تعمليها عشوة برضو حلوة قوي قوي. هي لو محتارة ومش عارفة تاكلي ايه اعمليها. عذرا لصوتي لان انا عندي دور برد وتعبانة. انا بقى بدأت احط المكرونة بتاعتي مع الخضار اللي انا عاملاه والجبنات، وهديت النار شمعة. هديت النار شمعة عشان الجبنات بس تسيح مع المكرونة. لو انتي مش حاطة الجبنات ممكن تستغني عنها خالص وما تحطيش الجبنات، كفاية الزيتون والفلفل والطماطم والبصل اللي انتي حطاه. ولو عندك بصل اخضر ممكن كمان تحطيه، اي خضروات عندك ممكن تحطيها هتديها طعم حلو قوي. بس لازم تحطي الزيتون والزعتر علشان بيدوها طعم جميل جدا. جربوها وان شاء الله تعجبكم. دي كانت وجبة غدا عندي لولادي، عملتها مع بطاطس محمرة وعجبتهم جدا. جربوها وان شاء الله تعجبكم سواء في غدا او عشاء. او لو انتي ولادك جعانين ومش عارفة تعمل لهم اكلة ايه، لو عندك طماطمايه وفلفل وحبة زيتون اعمل لهم طبق المكرونة ده حلو جدا. لو اول مرة بتشوفيني بقى اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على الكل وبعتي الفيديو الحلو ده لحبايبك
وألف هنا على اللي كلوا وألف هنا على اللي هيعملوها وأشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة سهلة وبسيطة مع يوميات ست بسيطة. السلام عليكم.